لازم تبقى فاهم انه او اي بني ادم لازم يبقى فاهم انه في لحظه ممكن ما تبقاش موجود، يعني مش هيتبقى غير ان انت تبقى بني ادم كويس. احمد رفعت النجم اللي قلبه وقف بس اسمه ما ماتش. النهارده بس مش هنحكي عن لاعب كره قدم، احنا هنحكي عن شاب مصري كان قلبه مليان حب، بس في عز ما الدنيا ابتسمت له القدر قرر يقول كلمته. دي قصه احمد رفعت اللي قلبه وقف بس حب الناس لسه عايش. في يوم 20 يونيو 1993 في كفر الشيخ اتولد احمد رفعت، طفل عادي من عيله مصريه بسيطه، بس اول ما مسك الكوره الدنيا اتغيرت جواه. كان دايما بيجري وراها في الشارع وفي المدرسة وفي أي مكان بيروح، وحلمه كان واضح يلبس تيشيرت منتخب مصر ويبقى نجم زيه زي أبو تريكة وزدان، وكان مؤمن بنفسه وعارف إن الطريق صعب بس ما استسلمش. سنة 2013 بدأ أحمد مشواره مع نادي إنبي، ومع أول لمسة الكل لاحظ إن عنده موهبة مش عادية، مهاري وذكي وعنده شخصية قوية في الملعب. في 2016 حقق حلم من أحلامه وانضم لنادي الزمالك، بس زي ما بنقول دايما الشهرة مش سهلة ومش دايما بتضحك لك، ومشى من الزمالك واتنقل بين أندية كتير في الدوري المصري، بين المصري والاتحاد ومودرن سبورت، وفي أي مكان كان بيلعب فيه كان بيكافح ويثبت إنه يستحق كل فرصة كانت بتجيله. حلمه اتحقق ولبس تيشيرت المنتخب ولعب 7 ماتشات دولية، وكان من ضمن الفريق اللي كسب أفريقيا تحت 20 سنة 2013. ومن هنا أحمد كان لسه في أول طريق المجد، وكان نفسه يدي أكتر ويفرح الناس أكتر، بس للأسف في حاجات بنبقى بنخطط ليها وفي حاجات ربنا كاتبها لينا. 11 مارس 2024 ماتش عادي واحمد كالعاده بيلعب وفجاه وقع على الارض، صمت وقلق ودموع وكل اللي حواليه جرى عليه. تخيل ان قلب احمد وقف ساعه كامله، في الاخر حكمه ربنا ويرجع للحياه تاني. بس طبعا ما كانش زي الاول وباين عليه اللي جسمه متاثر، وان المعجزه دي ليها تمن. الناس اتعلقت بامل كبير، احمد بدا يتحسن ويبتسم وظهر في التمرين وكله مش مصدق ان المعجزه حصلت. لكن في 6 يوليو 2024 اتفاجئنا بخبر زي الصعقه، احمد رفعت اتوفى في هدوء وبدون اي مقدمات، جلطه حاده في القلب بسبب خلل جانبي ما كانش حد يعرف عنه حاجه. صدقني مصر كلها ساعتها اتوجعت، شاب في عز شبابه وقلبه قال له كفايه. احمد رفعت علمنا ان الشغف الحقيقي عمره ما بيروح، وانك لما بتخلص وبتحب الناس من قلبك هتسيب بصمه حتى لما بتروح. القصه دي مش بس عن الكوره، عن الحياه وعن الاحلام وعن القلب اللي ممكن يتعب فجاه وتقابل ربك. خد بالك من صحتك ومن نفسك ومن اللي حواليك. احمد مشى بس لسه عايش في قلوبنا، ربنا يرحمه ويصبر اهله ويجعل مثواه الجنه. لو القصه دي لمست قلبك ادعي له من قلبك وشارك الفيديو عشان الناس كلها تترحم عليه وتفتكره مش مجرد قصه لاعب كره قدم، دي جرس انذار لناس كتير. انا عمر عيد.